في قرية صغيرة تقع بين تلال مدهشة، عاشت نساجة قديمة تدعى نور، تتحرك يداها ببراعة عبر الخيوط رغم تقدمها في العمر، لتصنعا نسيجا معقدا. لقد واجهت نور الكثير من المآسي والمصاعب على مر السنين. لقد فقدت زوجها في حادث مروع، وواجهت صعوبات في تربية أطفالها بمفردها. لكن وبدلا من الاستسلام لليأس، صبرت وتوكلت على الله، مواجهة ألمها بتحويله لطاقة تعمل به في حرفتها، ونسجت خيوط الأمل والصمود. كل خيط كانت تنسجه يمثل رحلة الشخص في الدنيا، مزيج من الألوان النابضة بالحياة والظلال الكئيبة التي تصور السعادة والمعاناة وكل شيء بينهما. أدركت نور أن نسيج الحياة كان عبارة عن فسيفساء من التجارب، حيث كانت المعاناة والفرح متشابكتين بشكل معقد. مع مرور السنين، أصبحت منسوجات نور مشهورة على نطاق واسع. سعى الناس إلى التأمل في إبداعاتها، ووجدوا الراحة والإلهام في سماع حكايات شعبية مكتوبة التي تقصها عليهم العجوز نور. وفي أحد الأيام، وصلت مسافرة شابة إلى عتبة منزل نور، وهي تحمل عبئا ثقيلا من الحزن. لقد فقدت عائلتها بأكملها في حادث مروع، وشعرت بالضياع في العالم. بدافع حزنها، دعتها نور وشاركت حكاياتها الخاصة عن المعاناة وكيفية تجاوزها بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره. تحدثت عن القوة التي وجدتها في التوكل على الخالق سبحانه لمواجهة الشدائد، وكيف أضحى النسيج ملاذا لها. برغبة لطيفة، أعطت العجوز نور الفتاة نولا، وشجعتها على سرد قصتها من خلال فن النسيج. جلستا معا جنبا إلى جنب، وأيديهما تنسج خيوط تجاربهما المشتركة. مع نمو النسيج، بدأت المسافرة الشابة بصب وجع قلبها وكربها في القماش. لقد نسجت خيوط الخسارة واليأس، لكن نور وجهتها لربط تلك الخيوط بظلال من الطموح والأمل. مع مرور الأيام، تحول النسيج إلى حكاية مكتوبة للكبار، وتحفة فنية تصور رحلة المسافرة الشابة للشفاء وتجاوز مأساتها. من خلال عملية النسيج، وجدت المسافرة العزاء وإحساسا متجددا بالهدف. اكتشفت أنه من خلال الصبر والإيمان بقضاء الله وقدره واحتضان معاناتها، أمكنها أن تصنع شيئا جميلا وذا معنى. أصبح النسيج رمزا لطموحها وعزيمتها، كما كان بالنسبة للعجوز نور من قبل، وشهادة على قوة تحويل الألم إلى فن. اشتهر نسيج العجوز والفتاة المسافرة بوصفه نسيجا مدهشا وغير عادي في جميع أنحاء القرية وخارجها، وجاء الناس من جميع أنحاء البلاد ليشاهدوا جمالها ويسمعوا الحكايات المكتوبة التي تحكيها. لقد رأوا أنفسهم منعكسين في خيوط النسيج، ووجدوا الراحة في معرفة أن المعاناة مشتركة ولم تكن تجربة منعزلة.